أكبر وأغرب عملية غش تلك التي قام بها آباء وأمهات لمساعدة أبنائهم للغش. فعل شنيع بمحيط المدارس والمؤسسات التعليمية بدولة متخلفة بالعالم. طرق إذن فاقت كل الخطوط الحمراء، والنهاية كانت صادمة ومأساوية. إذن القصة بعد الأنترو، فابقوا بل هيا بنا. السلام عليكم، لن أطيل عليكم وندخل مباشرة في القصة، لكن قبل ذلك أرجو أن تدعم هذا المحتوى باللايك والاشتراك في جمعيتي. لم يكن أحد يصدق هذه القصة التي وقعت في إحدى ولايات الهند، تحديدا بيهار، لو لم تصور تلفزيون نيودلهي هذه الأحداث. القصة وقعت سنة 2015 يوم اجتياز الامتحانات في إحدى المؤسسات التعليمية بولاية بيهار الهندية، امتحان تلاميذ المستوى الإعدادي لتحديد مجال تخصصهم والمكان الذي سيدرسون فيه. هنا قام عشرات التلاميذ في مراكز الامتحان بالغش بطريقة فريدة من نوعها. الأمر لم ينتهي هنا، بل وصل الأمر إلى حد قيام بعض الطلبة بمحاولة تقديم الرشوة لرجال الشرطة القائمين على حراسة المراكز التعليمية، تقديم الرشوة مقابل مساعدتهم على الغش. ورغم خطورة هذه الأحداث التي سنعرضها عليكم، إلا أنه تم رصد موظفين في الشرطة والتعليم يتفرجون على هذه المشاهد وطرق الغش بأعجوبة ولا يحركون ساكنا. ماذا عساهم أن يفعلوا؟ فالغش في هذه القبيلة حق مكتسب ولا يجب محاربته. في هذه القصة المؤسفة كان الطلبة ينقلون من مذكرات وضعت علانية على المناضيد أمامهم، بل شوهد الآباء وهم يقفون قرب أبواب المراكز ليمرروا المذكرات للتلاميذ بالداخل. الكارثة أنه جرى تصوير أشخاص وهم يحملون الهواتف وأوراق الغش ويتسلقون جدران المدارس للتواصل مباشرة مع الطلبة داخل قاعات الامتحان من النوافذ ولمبنى مؤلف من 4 طوابق. يا له من أمر مقرف. لما نشرت وقائع هذه الفضيحة بالهند وأصبحت الفضيحة عالمية، تحرك المتدخلون ومسؤولون عن تدبير الامتحانات، وفي نهاية يوم امتحان اللغة الإنجليزية جرى ضبط 200 طالب متلبس بالغش وتم إلغاء جميع امتحاناتهم، كما تم اعتقال آباء وأولياء أمور التلاميذ الذين تسلقوا الجدران، لكن أطلق سراحهم بعد ذلك بالكفالة. هذه الفضيحة لما انتشرت بجنوب شرق آسيا أصبحت عالمية. قامت الحكومة الهندية في سنة 2018 بالاعتماد على كاميرات متطورة لمراقبة المؤسسات التعليمية، إضافة إلى نشر شرطة لمكافحة الغش. لكن المصيبة أن التشديد في زجر الغش دفع بحوالي 500,000 طالب بالتغيب عن اجتياز الامتحانات في أكبر ولاية هندية. إنهم يضربون عن اجتياز الامتحانات لاسترداد حق الغش. يا له المجتمع. واقعة توضح مدى ضعف القيم لدى بعض الأمم غير المسلمة، بل من العار على الشرفاء أن يقبلوا مثل هذه الدناءة الخلقية. فمعلم البشرية ومتمم الأخلاق قال عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. أنت أو أنت، ما رأيك في هذه القصة؟ ورد الطلبة عن التغيب عن الامتحانات أثناء زجر الغش. اتركوا لنا الإجابة في التعليق. في الفيديو المقبل سنتطرق إلى قصة طالب بطل سرق حافلة للنقل العمومي ليتنقل بها وزملائه من مجمع صغير نحو مركز الامتحان بعد أن تأخر السائق الفعلي عن ذلك، غير أن النهاية كانت مأساوية لكن بالمقابل إيجابية. شكرا لأنك تابعت القصة إلى الأخير. دمت في رعاية الله وإلى اللقاء.